عن المتحف المصري الكبير، وقلت له تعرف ايه اللي موجود في المتحف او ايه الاثار اللي موجودة فيه. رقم واحد هيقولك تمثال رمسيس. التمثال ده اتنقل هنا ازاي؟ دي معجزة هندسية مش واخدة حقها على ايد مهندس نقدر نعتبره جندي مجهول اسمه احمد حسين. وده اعتقد من احسن الاوقات اللي ممكن ندي فيها الكريدت للراجل ده. هو طبعا احنا عايزين ندعيله بالرحمة لأنه ما خدش حقه إعلاميا في الأول، لكن في 2004 اتخذ قرار نقل تمثال الملك رمسيس من موقعه اللي كان في ميدان رمسيس للمتحف المصري الكبير. وأكيد طبعا اللي تم هو إنه شركة المقاولون العرب هما اللي تولوا نقل التمثال من مكانه للمتحف المصري الكبير، ولكن هما خلوا المسؤولية كلها على المهندس اللي قال لا احنا ننقله وهو واقف. وطبعا ده كان ريسك كبير جدا لان هما كانوا في الاول عايزين يفككوه قطع، بعد كده ينقلوه على قطع او على مراحل. ودكتور احمد حسين قال احنا ليه يعني هنفككه ونركب وليه ننيم التمثال؟ التمثال ده هيتنقل واقف. التخوف الهندسي ببساطة في نقله وهو واقف انه في مطالع ومنازل كباري وطريق دائري محتمل ان هو هيمشي عليه طبعا، فأي ميل قدام او ورا زي الكباري او ميل جانبي زي الدائري التمثال هيقع، وبدل ما كان يتقطع 6 8 قطع ويتنقل ويتركب هيبقى مليون قطعة مرميين في الشارع. الراجل قال لهم التمثال ده هيتنقل واقف وفي نفس الوقت مش هيقع. عمل لهم زي ماكت كده علشان يوصل لهم فكرته، وخلى التمثال ببساطة يكون بيتمرجح ولكن على حد قوله. يعني للأسف ما كانش لسه برضو حد واثق في كلامه 100%. ولازم قرار زي ده بالمغامرة والتجربة دي هيفضلوا يسألوا أكتر من شخص. بعتوا لشركة ألمانية قال لهم هنعمل كذا كذا، وقالوا له ازاي ده مستحيل والأفضل ان يتم فكه وتركيبه. ولكن في الآخر قررت شركة المقاولون العرب ان هي تنقله بطريقة مهندس أحمد حسين. وبالفعل تم نقله بالطريقة دي وبالكيفية اللي الدكتور أحمد حسين قال عليها، ونجح نقل تمثال الملك رمسيس الثاني من ميدان رمسيس للمتحف المصري الكبير. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى المعلومات اللي فيه تكون فادتكم، ولو حابين تسألوا عن أي حاجة ممكن تكتبوا لي في التعليقات.